فنأتي إلى كتاب الله. ما الهدف؟ ما المقصد الأعظم من الدين أصلا؟ من إرسال الرسل وتنبئة الأنبياء وإنزال الوحي. ما الهدف من هذا؟ هل أراد الله تبارك وتعالى من هذا كله أن يكون الدين فخا شركا أيها الإخوة نقع فيه، فإذا وقعنا فيه تدهورنا في جهنم إلى أبد الآبدين؟ شرك، نوع من الشرك. يعني هو إيه؟ أنزل التكاليف، أنزل الشرائع، خاطبنا بها، نوع من الفخ. يعرف أننا لن نستجيب أو لن نستجيب بالشكل الصحيح، سنرسب في الامتحان. هو أراد لنا هذا حتى يستدرجنا إلى جهنم. يعني إله سادي، أستغفر الله العظيم، حاشا لله، حاشا لله. كيف طيب؟ هذا التأويل، هذا الفهم المجنون، بعض الناس هكذا، انتبهوا، هذا الكلام ليس تخيلا، بعض الناس فهموا للدين تماما على أنه هكذا. أي أحد يقول لك أنا أستوعب تماما ولا يؤرق ضميري ومرتاح ولا أرتاح إلا لهذا الاعتقاد وهذا الفهم أن معظم هؤلاء الخلق في نار جهنم يوم القيامة خالدين مخلدين، سيحشرون إليها ويتدهورون فيها، خالدين مخلدين، معظم الخلق. هذا يؤمن بإله سادي، هذا يؤمن بفلسفة للدين على أن الدين شرك، فخ أيها الإخوة، نقع فيه ونتدهور في جهنم إلى أبد الآبدين. هيك الدين، حاشا لله. كما قلنا هذا يتناقض مع أولوية الرحمة لله، يتناقض مع ما يفعل الله بعذابكم، يتناقض مع حقيقة أن الله، وأستغفر الله اللهم غفرا يعني، لكن للتقريب، بتقريب المعنى أيها الإخوة، تقريبا. لا أحب أن أقول يتملقنا، الأنبياء يتملقوننا وحق لهم يا أخواني. سأقول لماذا، لكن الله يتحبب إلينا، يتلطف بنا، وكما قلت لكم غير مرة. ولذلك هو لا يكتفي بإصدار أوامر ونواهٍ، لا أبدا، إنما يضرب الأمثال، يحكي الحكاية، يقص القصص، لا إله إلا هو، يأتي بالترغيب، وإلى جانب الترغيب الترهيب والوعد ليش هذا كله؟ من أجل ماذا هذا؟ ملك مسلط لا يفعل هذا، ملك مسلط لا يفعل هذا، مدير مسلط في إدارته والله لا يفعل هذا، يعطي أوامر وينهى عن نواهٍ، من التزم فهو ذاك، وإلا مباشرة طرد وعوقب، أليس كذلك؟ ويترصد لك. لكن الله مالك الملك لا إله إلا هو يفعل هذا. لماذا يفعل هذا؟ لأنه حريص الحرص كله على أن تسعد وأن تهنأ في الدنيا والآخرة. لكن أنت لا تريد أن تفهم هذا، تريد أن تصور على أنه كما قلت لك يترصدنا لكي يوقع بنا. حاشا لله، هذا إلحاد في الله، هذا إلحاد، هذا خلق صورة مزيفة لله، هذا الإلحاد، هذا معنى الإلحاد، خلق صورة مزيفة. طيب إذن هذا لا يصح. قد يكون الأمر أهون من هذا لكنه قريب منه، دين للإعنات، أراد أن يعنتنا، أن يقيدنا، مش في تقييدات، مش في تابوات، محرمات، وهذا الدين للإعنات والإرهاق والإتعاب، عشان نتعب. طب أين طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى؟ كلمة واضحة، قال لا، هذا الدين ليس من أجل أن تشقوا، وما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر. كذب، هذا كذب أيضا. إذن أي دين وأي فقه وأي معنى يصدر لنا ويصور لنا أيها الإخوة الدين على أنه فعلا للتقييد والإرهاق والإعنات في كل شيء. سل نفسك أنت، الدين الذي تفهمه من منظور الفقه طبعا بالذات، من زاوية الفقه، هل هو دين ترتاح معه؟ تشعر بآدميتك، بإنسانيتك، وبأنك مرتاح حقيقة، أم دين مثل جاكيتة من جبس؟ هذه دين جاكيتة الجبس هذه يا إخواني، هذا ليس دين محمد ولا دين القرآن، دين الفقهاء. إيش رأيك؟ بس مباشرة دين المتنطعين، المتطرفين، المتزمتين. كما قلنا كل هو ما فيش فيه خط سريع، فيش هايوي، كلها أزقة وكل علامات ستوب وأولويات باستمرار، لا تستطيع أن تقود سيارتك كالناس. إيش الدين هذا؟ مستحيل، الدين ليس كذلك. الدين القرآني عكس هذا تماما. إذن ما هو الدين؟ إذا لم يكن لا هكذا ولا هكذا، هو خطة إلهية، منهج إلهي للإسعاد، لاستقطار الحكمة. تستطيع أن تستقطر منه الحكمة الوجودية والله التي تجعلك
أكثر عمقا في شأن الوجود والحياة والسلوك، والله أنا أحلف على من رسول الله، من أكبر فيلسوف لو فهمته.